قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلوا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه. أراد أن يخرج إلى الناس ليصلي بهم العشاء، ولما أراد أن يخرج أغمي عليه، وجلس أهله حوله يعالجونه حتى أفاق. ولما أن فتح عينه قال: أصلى الناس العشاء؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل الثانية ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. يعاني سكرات الموت، يعاني ألما شديدا فيه. هل صلى الناس؟ يحمل هم الصلاة، هم العبادة، مع شدة الحمى، مع شدة الألم، ما ترك الصلاة ولا أراد أن يترك الجماعة. أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، والناس ينتظرون الخليل متى سيخرج، والناس ينتظرون أفضل حبيب متى سيخرج، إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ضعوا لي ماء في المخضب، أغمي عليه. استيقظ فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. ثم اغتسل للمرة الثالثة ثم أفاق، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما مرض الرسول مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني سريع البكاء، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد، فأعادوا له، فأعاد الثانية، فأعادوا له، فأعاد الثالثة، فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر يصلي بالناس، وكانت هي أول صلاة يصليها أبو بكر بالناس، ورسول الله متعب داخل الدار. فصلى أبو بكر رضي الله عنه وشرع في القراءة وشرع في العبادة صلى الله عليه رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى من نفسه خفة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يهادى بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، تقول عائشة. فأراد أبو بكر أن يتأخر، لما رأى أن النبي قد خرج وهو يؤم الناس أراد أن يتأخر من الإمامة، فأراد أن يتأخر، فأومأ النبي إليه أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، أي إلى جنب أبي بكر.